ابوك مش هيعيش ليك طول العمر، فانت لازم تعتمد على نفسك. في شباب وصلت لسن ال25 سنة وسن ال30 سنة ولسه منتظر انه ياخد مصروفه من ابوه. الرجولة ان انت توصل لمرحلة ما تريح ابوك. الرجولة ان انت توصل لفترة من فترات حياتك وتقول لابوك كتر الف خيرك ان انت حطيتنا على الطريق الصح، وتبدأ انت تريحه وتكون انت السند والظهر ليه. مهمة ابوك في الحياة ان هو يحطك على الطريق، ان هو يحطك على بداية طريق ويقولك يلا يا حبيب قلبي ابدأ انطلق. اي اب في الدنيا بيكون نفسه ومنيت حياته انه يشوف ابنه احسن منه. الاب الوحيد في الحياة اللي دايما بيحب يشوف ابنه احسن وانجح واحد في الدنيا. اي حد تاني بيكون بيضحك عليك وبيحور عليك. اي حد تاني مش هيتمنى لك الخير زي ابوك واهلك، اللي هو ابوك وامك واخواتك. وساعات كمان الاخوات ما بيتمنوش الخير لاخواتهم، ولكن الاب عمر ما في اب يكون يتمنى يشوف ابنه ما هوش حاجة كويسة. فانت ازاي توصل لسن 25 30 سنة 20 22 سنة ولسه بتنتظر ان انت تاخد مصروف من ابوك؟ ازاي؟ اقنعني ان دي كده رجولة. انزل يا حبيبي اشتغل، انزل يا حبيبي دور على شغل واشتغل. طور نفسك في مهارات، طور نفسك في مجال، اتعلم، طور نفسك. انزل انت اشتغل وهات مصاريف وادي لابوك. ادي لابوك اللي تعب وشقى علشانك عشان يخليك بني ادم، يخليك راجل. والله العظيم الراحة الزيادة اللي انت عايش فيها هتدمرك بعدين. انت مرتاح زيادة عن اللزوم لان كل وقعة انت بتقعها انت شايف ان في سند وظهر ليك هيسندك. كل مشكلة انت بتحط فيها شايف ان باباك موجود فهو هيسندني وهيقف في ظهري. مع ان الحقيقة المطلقة ان انت لا محال هيجي اليوم اللي انت هتتحمل فيه مسؤولية نفسك، فيبقى انت حط نفسك من دلوقتي في المسؤولية. الحقيقة المطلقة ان انت هيحصل ما بينك وما بين والدك انفصال. دي حقيقة مطلقة، كلنا هنموت، يا اما والدك يا اما انت، هيحصل فراق. فانت اللي في وش المدفع. المعركة بتاعتك ما تخليش حد هو اللي يحارب فيها. المعركة بتاعتك والحرب اللي انت فيها مع الدنيا ما تخليش حد هو اللي واقف في وش المدفع بيستقبل الطعنات وبيستقبل المشاكل وبيستقبل وانت واقف ورا السور، ورا الجدار، ورا الظهر اللي هو باباك، واقف مطمن مرتاح نايم مفخد من مأنتخ وشايف ان هو بيحل له كل مشكلة انا بقع فيها. طب انت كده ضعيف جدا. انت كده عقلك بيوهمك وبيجبرك ان انا مستحيل يا ابني اتطور، مستحيل اتقدم خطوة لقدام. فرضا انت اتجوزت وبقيت اب، هتبقى مسؤول ازاي؟ في ناس بتتجوز ولسه بتاخد مصروفها من باباها. طب ازاي هتعيش انت ازاي راجل دلوقتي لما تكون انت عايش من جيب حد تاني؟ الحد التاني ده ابوك، على فكرة ابوك هيفضل يصرف عليك طول عمره، ولكن في فرق ما بين ان هو بيسندك وقت زنقات فعلا انت محتاج حد يسندني فيها، وفرق ما بين ان انت عايش كده يعني على الله ان شاء الله، ما هو كله من جيب ابويا. كل حاجة انا عايز اجيب هدوم، يلا هات يا بابا هات اما اجيب. انا عايز اخرج بلاي ستيشن، هات اما اجيب. انا عايز ما اعرفش اجيب عربية، هات اما اجيب. انا عايز اوفر فلوس عشان ما اعرفش انا رايح مشوار في الساحل وهات واجيب. باباك مش هيقولك لا، بس اكيد بيبقى من جواه زعلان. انا عايز اربي ابن راجل يعتمد عليه، ابن راجل اشوف بيتي مسنود عليه، راجل يعتمد عليه قدامي. لما تشتغل وتجيب مصروف وتجيب قرش فوق قرش وتدخل على باباك وتقول له يا حاج انا حوشت التحويشه دي خليها معاك عشان هعملها في مصلحه 2 3، شوف الفخر اللي في عين باباك وهو بيبص لك. شوف قد ايه ان هو هيكون مبسوط بيك. هيبقى فعلا رب راجل يعتمد عليه، مش هيبقى زعلان من اي حاجة ولا هيبقى قلقان من مستقبل الاسرة اللي هو بدأ يربي فيها ويكون فيها. اعمل لنفسك كيان، اعمل لنفسك كيان من جيبك انت، مسؤوليتك انت. خد قرارات غلط واغلط وتعلم منها. الواحد بيتعلم من قرارات غلط بياخدها، بيتعلم من طول ما انت شايف او مستني ان في واحد قدامك هو اللي بياخد قراراتك. هتتعلم ازاي؟ هتتطور خطوة لقدام ازاي؟ طيب وقت ما يحصل فراق بتتصدم، مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تبني نفسك، لان خلاص اللي انا كنت معتمد عليه ما بقاش موجود.
يا اما ان انت بقى بترجع ترمي على شماعة الظروف، اصل في ظروف في البيت، اصل ويحصل خناق، يحصل خلاف، ده انا هبدا بقى اشتغل، ده انا هبدا انزل انا اجيب مصروفي بنفسي، ده ابويا ما. وفي الاخر بتلاقي نفسك ما انتش عارف تعمل حاجه. ابدا من دلوقتي حط نفسك في المسؤوليه، علشان انت هتبقى مجبر ان انت تتحط في المسؤوليه، وفي الاخر القرار قرارك حبيبي عمده، وفي الاخر القرار قرارك، وفي الاخر المسؤوليه هتبقى على عاتقك انت. تحملها من دلوقتي، وكتر الف 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 خير ابهاتنا ان هم ربونا، ان هم علمونا، ان هم وقفوا جنبنا في اي زنقات احنا بنقف فيها، اي مشكله احنا بنقع فيها بيقفوا جنبنا فيها، وصلونا للمرحله اللي احنا فيها دي. كتر الف الف خيرهم. جه دورنا احنا بقى كاولادهم ان احنا نقف على رجلينا ونبقى احنا السند ليهم، ونقول لهم كتر الف خيركم، ارتاحوا اقعدوا في البيت، احنا هنشتغل ونصرف عليكم انتوا ونجيب لكم مصاريفكم كل حاجه. اللي انت هتعمله ده هتكون فخور جدا 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 بنفسك وانت بتعمل ده. هتحس ان انت مسؤول، وهتحس ان انت فعلا انسان يعتمد عليه، وقد ايه ان انت هتكون شغوف ان انت تتحرك اكتر وتشتغل اكتر، علشان بس تشوف الفرحة في عينك، وفي نفس الوقت الفرحة في عين باباك، والفرحة في عين اهلك، والفرحة في عين الناس اللي ربتك والناس اللي علمتك. وهتلاقي نفسك اسعد واحد في الدنيا لانك خدت الخطوة الصح. ما تستناش ان باباك يعني يجي يديك فلوس ويقول لك خلي دول معاك لان انت ما فيش معاك فلوس. وحشة في حقك انت كراجل. لو سافرت، لو طلعت في شغل، لو رحت معرفش فين، خد قرارات غلط واغلط، اقع في مشاكل وحلها. لما تلاقي الدنيا صعبت خالص والدنيا وصلت لاقصى درجة ممكن مش عارف اتصرف، ادخل بقى بابايا، ادخل ناس تحل لي مشاكل. لكن انت بنفسك اغلط كتير، هتتعلم اكتر، تلاقي نفسك التطور بتاعك بيزيد، هتلاقي نفسك بقيت راجل مع الوقت يعتمد عليه.